أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن القمة الخليجية المغربية التزمت بالدفاع المشترك على أمن وأراضي الدول، وأشار إلى أن دول الخليج شددت على موقفها حيال الصحراء المغربية، مبينة بأنها قضية الجميع. أكد القمة على التزامهم بالدفاع المشترك عن أمن بلادهم واحترامهم لسيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار ونزعة الانفصال والفرقة. كما جددوا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي موقفهم من أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضيتهم، وأكدوا موقفهم الداعم لمغربية الصحراء ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي، كما أعربوا عن رفضهم لأي مس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة. وأضاف الجبير أن دول مجلس التعاون الخليجي قلبا وقالبا مع المغرب على متانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. دول مجلس التعاون قلبا وقالب مع مملكة المغرب الشقيقة في كل الأمور كما هو معتاد من دول المجلس، ونحن والمغرب معنا قلبا وقالب كما هو معتاد من مملكة المغرب الشقيقة، وهذا أمر ليس فيه جدال. المغرب وقفت معنا في 1990 عندما تم غزو الكويت وتم تحرير الكويت. المغرب وافقت معنا مؤخرا في عاصفة الحزم، والمغرب من أول الدول التي شاركت في تأسيس التحالف العسكري الإسلامي لمواجهة الإرهاب والتطرف. وفي جميع القضايا الإقليمية والدولية لا أتذكر قضية واحدة التي كان فيها اختلاف أو فرق أو بين الطرفين، فهذا يدل على متانة العلاقات ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.